السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شهوة نت مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم ملوي بطريقة سهلة. تيجيه شيش مرق من الداخل ورقة على اختها، ملوي ديال تحميرة الوجه. نتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ندوزو المكونات. عندنا جوج ليف ديال الدقيق نوعية جيدة اللي مغربل مسبقا، زلافة الفينو او السميد الناعم، رشة ملح، رأس ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، ملعقة كبيرة من العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر، ماء دافئ للعجن. نخلط المكونات جيدا. بالنسبة للعجين يكون رطب، ما نخليوش العجين يكون قاصح او نجريوها. نستمروا في العجن. بعد ما عجنتها غادي ندلكها 5 ديال الدقائق. بالنسبه للماء اللي دخل 2 الكؤوس. بعد ما دلكتها غادي نرشها قليل من الزيت ونوضعها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح 30 دقيقه. شحال ما ارتاحت شحال ما تعطينا الطوع من نكونوا تنطلقوها. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا تنحصلوا على عجين رطب ومطاطي. غادي ناخدو بلاطو او صحن ندهنوه بقليل من الزيت. نشكلو الملوي ديالنا كويرات صغيره بحجم متساوي. نوضعو الكويرات في الصحن. بعد ما شكلتهم كاملين غادي ندهن لهم الوجه بالزيت ونغطيهم بغطاء بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق. صافي هنايا دوب الزبده، ضفت لها نص كأس من الزيت. بالنسبه للخلطه عندنا معلقه كبيره من الفينو وجوج ملاعق كبار من الدقيق. نخلطهم مزيان ونخليهم جانبا. ناخد كويره نجبدوها على شكل مستطيل بهذا الشكل، نبسطوها مزيان، ندهنوها قليل من الزيت. بالنسبة لهذه الطريقة تساعدنا في التوريق بكل سهولة. نطويوها نخليوها جانبا ونستمروا. ناخذ الكويرة الثانية نطلقوها على شكل مستطيل، نستعينوا بالزيت، نطويوها. ناخذ بلاطو دهنته بالزيت ووضعت فيه الشرائط ديال الملوي كاملين اللي طلقت وخليته غطيتهم وخليتهم يرتاحوا. ناخذ اول وحده انا تنطلق وانا تنجبد فيها بهذا الشكل. تنتمنى الفيديو يكون موضح لكم. تنرقق الجوانب حتى يبان لها سطح العمل. ندهن الزبده ونضيف الفينو والدقيق. نوضع كميه قليله ما نكتروش. نطوي الملوي ديالنا على هذا الشكل، ما نزيروش يدينا باش ما يجيناش الملوي مدقس. بعد ما طويت الملويه غادي نلمطها على هذا الشكل، نخليوها ترتاح. ندوزو للثانيه، نطلقوها على شكل مستطيل، نرقوها مزيان. نركزوا على الجوانب دائما. ندهنوا الزبده ونوضعوا قليل من الدقيق والفينو. نطويوها وما نزيروش يدينا. هاد الطريقه عمليه تساعدنا تنحضروا الملوي ديالنا بكل سهوله.
وتنجح معنا من اول جريبة. تنستمر بنفس الشكل حتى نكمل الكمية اللي عندي. بعد ما كملت الكمية اللي عندي سنضع مقلاة فوق النار، ندهنها بقليل من الزيت، ناخذ ورق من الزبدة ندهنه بقليل من الزيت، ونوضع اول كويرة اللي طلقت، نبسطها قليل من الوسط ومن الاطراف، ما نبسطوهاش بزاف. نوضعوها فوق المقلة اللي مدهونة بالزيت. بعد ما طابت غادي نقلبها ونبقى نقلبها باستمرار. الطياب تيلعب دور كبير، ما نقولوش راه عجنت المسمان وورقته ونديرو فوق النار ونمشي ونخليه، لا، راه الطياب تيلعب دور كبير. تيجي محمر من الوسط ومن الاطراف، تيجي مورق. النار ما تكونش مجهده وما تكونش قليله، حنا اللي تنتحكموا فيها، خصكم تعطيوه الخاطر باش ينجح معكم. تنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم وتطبقوها. تنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. هاد الملوي تيجي ناجح 100%. بعد ما كملت الكميه اللي عندي ما شاء الله الملوي تيجي محمر، تيجي هشيش، تيجي مورق من داخل ومقرمش شهوه منه. صراحه هاد الملوي ما تيحشمنيش قدام ضيافي، وليداتي تيحماقوا عليه. تنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك والبارطاج مع العائله ديالكم وصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونكون خفيفه على قلوبكم.